السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيدوا النبي صلاة بنية فك الكرب ليا وليكم وللمسلمين أجمعين يا رب. أنا كنت يعني لسوء الحظ، يعني الحمد لله رب العالمين. أنا كنت بودي عيالي الصبح المدرسة. شايفين الجو كان بدري خالص على الساعة 7:15 يعني في الحدود دي، وما كنتش أعرف إن في أجازات أصلا، عشان بيقولوا آه، إن الجو هيبقى وحش يعني، وفي تراب وعاصفة باين. الناس كانت بتحكي، فانا ما اعرفش يعني. الناس عارفه من النت والناس متابعين، لكن يعني الحاجات دي مش لينا يعني. مش فاضيه يا دوب بس اخلص طلبات عيالي واشوف اكل عيش. فللاسف والله يعني خدنا مشوار. انا بصور لكم كده من الميكروباص، كنا راكبين في الميكروباص ومودياهم. وده يعني انا ببعد عن المدرسة كده، طريقي في بلد كده جنبها صغيرة كده ب10 دقايق. فبصور لكم الطريق كده، يعني كانت الدنيا حلوة وغيمة، فقلت اصوره لكم. ورحنا اتفاجئنا للصدمة، يعني ان لقينا المدرسة قافلة. ايه ده؟ ازاي المدرسة قافلة؟ هو في حاجة النهاردة؟ فضلت واقفة انا والعيال كده مذهولة. طب المدرسة احنا رحنا بدري، ولا الساعة عندي انا بايظة ولا ايه؟ اتاري ان حد معدي قال لي اللي جايبك يا ست انت والعيال، ما الناس جايله ان بكره اجازه ومنزلين بكده. طب انا ما اعرفش يا جماعه، انا على كد حالي برضو ماليش في النت والحاجات دهية. فالحمد لله رب العالمين. فاضطريت طبعا، هعمل ايه؟ هاخدهم وروح. معلش على التصوير يا جماعه. جايب ما اعرفش جايب العكس ليه. ما اعرفش ولدي كان بيصورني، وما اعرفش هو عمل ايه في الكاميرا. معلش زي بعضه. فروحت، وانا مروحة كده قبل ما نركب ونروح الموقف، رحت خدت اشتريت ربع كيلو فول مدشوش، واشتريت ربطة خضرة، ويعني كيلو بصل، عشان اعمل شوية بصارة للعيال في الغدا. قلت لهم تعالوا الاول نجيبوا شوية حاجات عشان اعمل لكم الغدا، وجبت لهم الطلبات اللي انتوا شايفينها ده، عشان اعمل لهم الغدا. والحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها يا رب نعمة، ويحفظها من الزوال يا رب. الحمد لله. انا والله يا جماعة يعني ابتديت اتعكز كده على نفسي واتحرك واحدة بواحدة، لان القعدة الكتير دي يعني بصراحة مش ليا، يعني مش ليا. اللي زي ما تخلقوش للراحة يعني. اللي زي ما ينفعش يرتاحوا، لان اللي زي لو ارتاحت في رقبتي عيال مش يعني ملزومين مني في حاجات كتير وطلبات، ولازم برضو يعني الفلوس اللي عليا في وقت قعدتي ده هي اسدها للناس. ما انا برضو هسدها منين؟ هفضل قاعدة كده على طول عمري؟ والناس اللي هي وقفت معايا يعني في تعبي، لازم يعني اسد لهم. الناس اللي عطوني حاجات من غير ما يعني ما ياخدوا حاجة قصادها، قالوا لي منين ما تقوم على حيلك وتشتغلي، ابقي سدي واحدة واحدة. فبرضو الناس ده هي ملهاش ذنب، يعني اكل عيشهم برضو. فقلت لا، يعني ببتدي اتدرب واحدة واحدة على ابتدي بتدرب واحدة واحدة على الحركة، وابتدي ادوس يعني هي برضو مؤلمة شوية يعني. لا يعني لو مشيت مسافات طويلة مؤلمة برضو خالص، بتألمني خالص. ولو فضلت واقفة برضو عليها فترة طويلة برضو بتبقى مؤلمة خالص. فهو لا، ما امشيش لمسافات طويلة ولا اقف فترة طويلة خالص، بتبقى في الوسط. يعني مش من اول ما اقوم يعني مرة واحدة كده، لا بيبقى صعب. فالحمد لله برضو رب العالمين احسن من غيري. الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. والله والله الواحد لو يبص على النعم اللي حواليه لا يفضل يحمد ربنا طول ما هو قاعد وهو نايم وهو بيعمل اي حاجة، ما فيش غير الحمد لله. وبالله عليكم ان شاء الله يا رب يخلي لكم عيالكم ويكرمكم ويرضيكم. ما تسيبوني وتقفوا معايا في القناة، انا محتاجة جدا جدا وقفتكم معايا في القناة. انا الله اعلم، بصوا انا يعني اي نعم، انا الله اعلم لما القناة تتفعل
يا ترى الدخل اللي هيدخل لي منها هيكون عامل ازاي، ويا ترى مشاهداتي هتجيب لي اصلا دخل ولا لا. كل ده انا يعني بحسب له برضه في الحسبان. ما انا معلش، عرف الله امرئ، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يعني معلش انا قناتي برضه صغيرة ومش معروفة، فيعني برضو المشاهدات عندي ضعيفة يعني. فبرضو الله أعلم لما القناة تتفعل، يعني هيبقى دخلها ليا ايه. بس برضو ما مش معنى كده اني اقطع الامل وابطل اقول يا رب. لا، ربنا قادر على كل شيء، وربنا ان شاء الله يراضيني باذن الله ويرزقني برزق عيالي عشان خاطر عيالي. والله العظيم يا جماعة، والله 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 انا طافحة الدم عشانهم وباجي على صحتي كتير. ومش من الامهات اللي هي بتكبر دماغها، او مثلا اقول لهم انزلوا اقعدوا في الشارع ولا العبوا في الشارع عشان اريح دماغي منهم. لا والله والله العظيم ما حصل. رغم ان هم ما شاء الله يعني 5، لكن عمري في مرة ما فكرت ازوح عيل عشان اريح دماغي من هوستهم ولا دوشتهم. ولا عمري قلت لهم انزلوا العبوا، ولا عمري ان انا قلت لهم مثلا حلوا عن دماغي. انا بشوف كتير والله امهات، والله العظيم سايبة عيالها في الشوارع من اول ما يفتحوا عينيهم الصبح لحد ما يجوا يناموا بالليل. طب ما بيسألوش معلش على اكلهم على شربهم؟ العيل ده جعان، العيل ده عايز ياكل. ما بيصعبش عليكم العيل ده رميته في الشارع وهو متساب كده؟ وغير ده كله، رمية العيل في الشارع وسبته في الشارع بتعلمه سلوكيات وحشة. أي نعم، أنا على كد حالي وفقيرة وظروفي الحمد لله رب العالمين، لكن أنا يعني بجتهد. مش هقول لكم إن أنا يعني مية مية، ولا إن أنا يعني، لا، أنا بجتهد وبدعي ربنا إنه يساعدني إن أنا أربي عيالي أحسن تربية وأطلعهم صالحين ويبعدوا عن أي صحبة فاسدة. ودايما والله العظيم بطلب من ربنا ان هو يجمعهم بالصحبة الصالحة، لاني انا تعبت فيهم. والله والله انا تعبت فيهم ولسه بتعب فيهم، ولسه باجي على نفسي عشان نفسي يطلعوا رجالة. يعني الناس لما تتعامل معاهم وتشوفهم يدعوا لي انا على تربيتي ليهم. والله يا رب نفسي ربنا يا رب يجمعهم بالصحبة الصالحة ويطلعوا رجالة نافعين لنفسهم ولغيرهم، ويردوا لي اللي انا عملتهم معاه ده هو بالبر والإحسان لما أكبر وأحتاجهم. وادعي ربنا يا رب ما يحوجني برضو لحد، لأني أنا برضو ويجعلني بصحتي لحد ما قابل ربنا. لأني أنا برضو يعني ما بحبش أبقى عالة على حد، ما بحبش حد يتأفف مني. فأنا بس عايزة أدي رسالتي معاهم، وعايزة أأدي مهمتي معاهم على أكمل وجه، أخليهم ناس محترمين في المجتمع وبين الناس. وإن شاء الله يا رب يا رب يقف معايا ويسخر لي الناس الطيبين الصالحين اللي يساعدوني إن أنا أربي ولادي تربية حلوة. ربنا يسخر لي يا رب الناس الصالحين والطيبين اللي يقفوا معايا ويساعدوني إن أنا أطلع ولادي وأربيهم تربية كويسة وما أحرمهمش من أي شيء، ولا أحوجهم ولا أخليهم يبصوا لأي حد. يا رب امين. انا دلوقتي البصارة ابتدت المية تغلي زي ما انتوا شايفين. بصوا الخضرة دي اللي انتوا شايفينها بطولها وشايفينها كبيرة، هتلاقوها اول ما المية تغلي وتبتدي المية تغلي تكش كده وتصغر خالص خالص، مش زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. وقطعت شوية بتنجان احمرهم للعيال، والحمد لله نعمة وفضل، نعمة وفضل يا رب على كل شيء تدهولي.